بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قديسة النهاردة قديسة جميلة ومش معروفة قوي، لكن هي مشهورة بحاجة مميزة قوي، هي إن هي شفيعة لمرضى الأسنان. أي حد عنده تعب في أسنانه أو بيشتكي من أي وجع يتشفع بيها بيخف على طول، وشفاعتها قوية جدا. هي القديسة أبولونيا. اتولدت القديسة الجميلة في الإسكندرية من أب وأم مسيحيين تقيين جدا، ربوها على الحياة المسيحية السليمة وحياة التقوى والإيمان، وكبرت على الفضيلة والقداسة والنسك. كانت بتحب الصوم جدا والصلاة، ولما كبرت شوية كرست حياتها لربنا وخدمة الكنيسة. كانت بتحب تهتم جدا بالفقراء والمحتاجين، وبعد وفاة أبوها وأمها عاشت في بيت صغير جدا وبسيط، وكانت بتحب كل الناس، وكانت دايما بتأثر في نفوس أصحابها الوثنيين، لدرجة ان هي جذبت ناس كتيرة جدا للإيمان بربنا يسوع المسيح. وفي يوم من الأيام عرفت ان الإمبراطور داكيوس أمر وأعلن الحرب على كل المسيحيين، فصلت قبل ما تروح له، وراحت له بكل شجاعة عشان ترجعه عن اللي هو بيعمله، مش عشان خاطر تهاجمه. ولما عرف الإمبراطور بمكانتها الاجتماعية وحب الناس ليها، راح بدأ يعملها بلطف شديد جدا، بس هو مقدرش يخليها تبقى وثنية وتعبد الأوثان، فأمرها ان هي تروح معبد الأوثان وتبخر وتسجد للآلهة. وأول لما دخلت المعبد رشمت علامة الصليب، فراح انكسرت كل الأوثان، وساعتها آمن ناس كتيرة جدا، وبرضه كان في ناس ما أمنوش وقعدوا يضربوها بالحجارة. راح الإمبراطور أمر بتعذيبها، وبدأ بجلدها وإن هما يقطعوا جسمها ويضربوها لغاية ما سال دمها على الأرض زي الأنهار. وبعد كده راح أمر بإن هي تتضرب على بقها جامد جدا لغاية ما أسنانها كلها اتكسرت، وراحوا جابوا كماشة وخلعوا بيها أسنانها من الجذور، ومن كتر الألم ووجع الأسنان وشها كان وارم جدا، وبقت تصرخ لربنا وتصلي وتقوله إن هو يشيل عنها الوجع ده. وفي الوقت ده الناس اللي كانوا واقفة سمعوا صوت من السما بيقول لها: لقد قبلت صلاتك يا عروس المسيح. وبعدين جهزوا ليها أتون النار، وقالوا لها لو ما كنتيش هتسجدي للآلهة هنرميكي في أتون النار. فراحت وقفت القديسة كده شوية، لدرجة الناس فكرت ان هي بتراجع نفسها، وراحت وقفت صلت ودخلت بنفسها جوه النار، ونالت اكليل الشهادة والبتولية. وبيحتفل الغرب بعيد استشهادها يوم 9 فبراير الموافق 2 أمشير، واتعمل على اسمها مذابح وكنائس كتيرة جدا، وبقت هي شهيدة وشفيعة لمرضى الأسنان. وفي مجلة طبية دورية خاصة بطب الأسنان في بوسطن باسم أبولونيين، نسبة لشفاعتنا أبولونيا شفيعة الأسنان. وبيصور الفنانين القديسة أبولونيا وهي في إيديها غصن نخيل، وده رمز للاستشهاد، وفي إيديها كمان كماشة ماسكة درس، ده رمز لعذاباتها. وفي ناس تانية بتصورها وهي ماسكة كتاب للخدمة وكماشة للأسنان، وكمان في صور ليها وهي في أتون النار وبصة ناحية السماء. ومن معجزات القديسة أبولونيا كان في زوجة اسمها يوأنا متجوزة من راجل تقي جدا ومعاه 4 أطفال، وكانت كل لما بتولد طفل كانت بتفقد سنتين من أسنانها، لحد لما بقى شكلها مش حلو خالص ومبقتش عارفة تنطق معظم الكلمات، وده سبب ليها كتير جدا من المشاكل. ولما كانت الزوجة على وشك ان هي تجيب ابنها الخامس، راحت صلت وطلبت صلوات القديسة أبولونيا، وندرت لها ندر ان هي هتصوم يوم كامل يوم تذكار عيد استشهادها، وهتزور كنيستها، وكمان هتعمل وليمة كبيرة جدا للفقراء في بيتها. ونامت يوأنا وظهرت لها القديسة في الحلم وطمنتها، وأول لما صحيت يوأنا من الحلم شافت حاجة عظيمة جدا، وكانت المفاجأة إن لقت أسنانها كلها اللي وقعت منها كلها رجعت، وجابت ابنها الخامس من غير ما تفقد أي سنة من أسنانها. وفعلا وفت يوأنا بالنذر بتاعها، وكمان بقت توزع 8 قطع من الفضة على 8 من الفقراء، ده رمز لعدد أسنانها اللي رجعتهم ليها الشهيدة تاني، وعملت ليها مقصورة فخمة جدا في بيتها. بركة صلوات وشفاعة القديسة أبولونيا تكون مع جميعنا آمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديسة أبولونيا شفيعة مرضى الأسنان، ابعتها لكل الناس خليهم يتشفعوا بيها، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.